كتب اقراها وتعلم. والعلم دلوقتي على فكرة بقى سهل، على الانترنت موجود، على سيديهات رخيصة موجود في الجوامع. بدأت بعض الجامعات الخيرية تعمل دورات خاصة في الجوامع بأسعار بسيطة، ولو معاك فلوس سافر بره وتعلم. الحكمة ضالة المؤمن، اطلبوا العلم ولو في الصين. فخد بالك من المسألة دي، بقت سهل قوي بسهولة يبقى في ايديك خبرات عشرات الناس في عشرات السنين. هنقول مثلا الغرب او اوروبا او امريكا، وان كنت ما بحبش المقارنات، لكن دايما الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها. اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل. اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نور لغيرك. وما تنسوش تسمعوا تتر نهاية البرنامج اللي بنتكلم فيه عن الله النور اللي بينور، وطالب العلم اللي لازم ينور لغيره. واشوفكم بكرة وفصل جديد من مدرسة الحب. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. اطلب العلم لو في الصين. شوف الكلام ده اتقال من كام سنة واتقال لمين. اتقال لنا واحنا هنا، ولا احنا مش حاسين بقيمة العلم اللي وصى بيه الصادق الأمين. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إخراج الحق منه، إدخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوع في الاستدلال، وإخراج الحق منه إنكار الأحاديث الصحيحة. إذا هذا العلم ما كان يهدي صاحبه إلى رب العالمين تبارك وتعالى لم يزدد من الله إلا بعدا بسبب ثبوت الحجة عليه. فأنتوا لما تهملوا جهود أهل العلم وتقولوا الأحاديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا حديث باطل وموضوع، تطلع برضو تقولوا يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء. ليه انتوا راكنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرضو الباطل تقعدوا تقولوا فيه ليل نهار؟ لماذا لا تبحثون؟ لماذا لا تتعلمون؟ الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.